Hallo liebe Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. النهاردة هناخد الجملة الموصولة relativ setzt. هي جملة جانبية مكملة للجملة الرئيسية. الفعل فيها بيجي في آخر الجملة وهي بتدينا معلومات عن الاسم أو الفاعل اللي في الجملة الرئيسية. والنهاردة هناخد بس حالة النوميناتيف في الريلاتيف setzt. وهتبقى في حصة بعد كده مع الأكوزاتيف وحصة مع الداتيف. ونبدأ بأدوات الوصل في حالة النوميناتيف في الماسكولين والفيمينين والنويتروم وبلورال. انتوا مش ملاحظين ان الأدوات التعريف هي أدوات الوصل؟ ففي حالة المذكر أداة التعريف der، أداة الوصل der. في الفيمينين المؤنث دي نويتروم das هتكون أداة الوصل das. وفي البلورال أداة التعريف دي، أداة الوصل هتكون برضو دي. ونبدأ ناخد أمثلة توضح لنا أكتر إيه هي الريلاتيف زاتس. نبدأ بالمذكر. الجملة الرئيسية معانا der Mann. الجملة الموصولة اللي هنوصلها بالجملة الرئيسية ist mein Lehrer. هتتوصل إزاي؟ der Mann فاصلة der ist mein Lehrer. الراجل هو مدرسي. الملحوظة هنا إن إحنا لازم نحط فاصلة بين الجملة الرئيسية والجملة الموصولة، والجملة الموصولة بتنزل زي ما هي بدون أي تغيير فيها. المثال التاني بتاعنا مع المؤنث. الجملة الرئيسية die Frau. الجملة الفرعية أو الموصولة اللي هنوصلها ist sehr freundlich. هتكون die Frau die ist sehr freundlich. المرأة لطيفة جدا. وبرضو ملاحظين الفصلة من الأساسيات في الجمل الموصولة، إلى جانب إن الجملة الموصولة بتنزل زي ما هي وبنضيف أداة الوصل اللي هي دي في حالة المؤنث. ومثالنا في حالة المحايد نويتروم das Kind spielt im Garten. Das Kind das im Garten spielt. الطفل في الحديقة يلعب. ونفس الملاحظات هي بتطبق في المحايد. الفصلة والجملة بتنزل زي ما هي، بس هنا الفعل بيبقى في آخر الجملة الموصولة. والحالة الأخيرة البلورال الجمع die Schüler lernen Deutsch. Die Schüler die Deutsch lernen. التلاميذ يتعلمون الألمانية. نفس الكلام، الفصلة والجملة بتنزل زي ما هي والفعل بيجي في آخر الجملة الموصولة. في بقى ملاحظات صغيرة لازم ناخد بالنا منها في حالة الريلاتيف زاتس. في حالة النوميناتيف الجملة الموصولة بتكون بتفصلها فصلة أو كوما عن الجملة الرئيسية. الفعل في الجملة الموصولة في حالة النوميناتيف بينزل زي ما هو. الفاعل في الجملة الموصولة هي أداة الوصل، عشان كده دي بتكون حالة نوميناتيف. وده أوبنجن بسيط على الدرس. 3 جمل مختلفة تكتبوا لي فيها بس أداة الوصل المطلوبة أو المناسبة في الجملة، ويا ريت تكتبوا لي الإجابات في الكومنتات وأنا هبص عليها وراجعها إن شاء الله. وبكده احنا خلصنا درس النهاردة. الريلاتيف زاتس سهل وبسيط جدا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد، واكتبوا لي كومنت كمان اعرف رأيكم في اللي انا بقدمه. ولو ما كنتش اشتركت معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. auf Wiedersehen ونشوفكم في الحلقة الجاية. هتكون ريلاتيف زاتس في حالة الأكوزاتيف. تشوس.